بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي، نظرا للنقاش الكبير اللي يعيشه المغرب، لأننا تقريبا في وسط المرحلة الانتخابية والسياسية اللي دازت الانتخابات، ومن الضروري أن نقيم بعض الإنجازات اللي كيديروها بعض الإخوة السياسيين. الواقع حنا هنا في اقليم الناظور طلبوا منا مجموعه الاخوان باش نقيموا الوضعيه نتاع الجماعات المحليه والانجازات والاكراهات والتعثرات، وكذلك نقيموا الدور نتاع الطبقه ديال الاخوه والاخوات اللي حظاوا الثقه ديال الناخبين ومشاو للبرلمان. ولكن انا ارتأيت بانني ما نتكلمش على الناس ديال الجماعات المحليه ولا ديال اللي كيمثلونا ولا الناس نتاع كيمثلونا في الجهه، قد ما بغيت غادي ندير مقارنه بين اقليمين، جوج الاقاليم اللي الحقيقه هم نواه واحده انقسمت الى شطرين، وهو اقليم الناظور واقليم دريوش. وهنايا اللي كنقصد بانني غادي نتكلم على المجالس الاقليميه ديالها اللي كيترأسها كل في اقليم دريوش عن حزب الاصل والمعاصره السي مصطفى بن شعيب، وفي الاقليم ديال الناظور كيترأسوا سعيد الرحموني. الواقع بغيت غادي نختار واحد الموضوع اللي اثار الاهتمام ديالي واعتبرته انجاز نتاع سياسي واجتماعي، وكيبين على واحد الكفاءة ديال التسيير، وبأن هناك فرق كبير بين الرئيسين والأفكار ديالو والأبعاد ديالو، بين الرئيس تاع إقليم دريوش اللي من حزب الأصل والمعاصرة، والرئيس نتاع الناظور كنتكلم عن المجالس الإقليمية اللي هم التجمع الوطني للأحرار. وهو بالضبط بأنه مؤخرا كيف كتعرفوا بأن السيد معالي وزير الصحة أقدم على تدشين مجموعة ديال المستوصفات ووجد لهم لي ماتيريال، واللي بلغات في المستوى على مستوى الجهة 43 مستوصف، وكل واحد بالدرجة ديالو، الدرجة الأولى الدرجة الثانية وأهلهم والمسائل. ولكن بطبيعة الحال بأن الوزارة كتعيش إكراهات، وهو الإكراهات ديال الموارد البشرية في الأطقم الطبية، الأطباء ما عندهمش. وهنايا كنكتشف بأن المجلس الإقليمي ديال دريوش بين مارس وأبريل لعب واحد اللعبة سياسية إيجابية، وهو أنه تعاقد مع 15 طبيب من خريجي كلية الطب والصيدلة نتاع وجدة باش يغطي بهم الخصاص الكبير في هذه المستوصفات في العالم القروي نتاع إقليم دريوش. ومن بين هؤلاء الأطباء كاينة طبيبة تونسية وكاين جوج أطباء من غينيا، من غانا الواقع، وكذلك أطباء مغاربة من المنطقة، مما أدى إلى تغطية هذا الرئيس المجلس الإقليمي كان ذكي، دار اتفاقية شراكة مما أدى بتغطية جميع المستوصفات، وذلك جراء الذكاء ديالو اللي وفر غلاف مالي قبل باش يمشي لهذه الخطوة. وهذا كتبين بأن السي مصطفى رئيس إقليم ديال دريوش غيور على الإقليم ديالو وعلى الأبناء ديالو، وبغى يساهم في توفير لهم كفاءات طبية من أجل أن تسهر على صحة أبناء إقليم دريوش. إيوا اش غادي نقول لكم؟ ما بالنسبة لرئاسة المجلس الإقليمي نتاع الناظور، نعم سيدي، كيف كتعرفوا بأنه لم يوفر أي اعتماد مالي ولم يقلد، ولا أقول أن يفكر بل فقط أن يقلد، يعني ممثل ديال حزب التجمع الوطني للأحرار في رئاسة المجلس الإقليمي ديال الناظور، لكن غير مشى قلد يسرق غير الفكرة
نتاع الرئيس ديال الاقليم ديال الدراويش، ويتعاقد حتى هو مع اطباء من داخل المغرب ومن خارج المغرب، لو كان اقليم ديال الناظور اليوم ما يعيش الخصاص المهول، وبان هناك مستوصفات اللي دشنهم السيد الوزير في العالم القروي اللي فيهم لي ماتيريال ولكن ما فيهمش الطبيب. وعلى هذا اللي بغيت غادي نقول، لا مشيت لكم غير واحد النقطه صغيره بالفرق كبير بين الرئيس نتاع اقليم ديال الدراويش السي مصطفى ديال حزب التجمع الوطني للاحرار والفريق ديالو، ورئيس المجلس الاقليمي نتاع الناظور نتاع التجمع الوطني للاحرار المبارك نتاع السيد رئيس الحكومه. هذا هو المنتوج ديال رئيس الحكومه، هاد الناس اللي كيعطي التزكيه لهم رئيس الحكومه باش يدخلوا الانتخابات ويمثلونا في المجلس الاقليمي. لهذا جميع المواطنين ديال الناظور، عفوا جميع المواطنين الناظور خصوصا في العالم القروي، نهار يمشيو تما ما يلوموش غير وزير الصحه، لان وزير الصحه مكره اخاك غير مكره اخاك ما وفرش الاطباء، بل كذلك بانه الطبقه الناخبه خصوصا على مستوى المجلس الاقليمي اللي تما ما فكروش فيكم، لانهم اعتقد بان كاين واحد الفشل في المجلس الاقليمي ديال الناظور اللي خص يداركو. هذا ليس انتقاد للسي سعيد الرحموني ابدا، بل هو تنبيه من ناخب، انا ما غاديش نقولوا سي صفه ولا غير من ناخب في اقليم ديال الناظور. اعتقد بانه يجب ان توفر اعتمادات ماليه على مستوى اقليم ديال الناظور من اجل التعاقد مع اطباء لسد الخصاص في المستوصفات اذا كانت شويه الغيره لا من قبل رئيس المجلس الاقليمي ديال الناظور ومكتبه المسير. ولهذا باش غادي يخرجوا في الشوارع ديال اقليم الناظور وراسهم مرفوع، على الاقل يستافدوا غير من التجربه ديال اقليم الدراويش اللي هو المساحه ديالو قرويه اكثر مما هي حضريه. تحياتي لكم اخواني اخواتي، وهذه هي المقارنه غير بواحد الحجم صغير. وإلا مشينا غادي نتكلموا وغادي نهضروا على المقارنه في هذا النصف الولايه نتاع الطبقه الناخبيه المحليه، اؤكد لكم بانني غادي نحصي مجموعه الانجازات الايجابيه في مجموعه الجماعات المحليه والاقليميه وعلى مستوى الجهه، وكذلك السلبيات جراء انعدام المسؤوليه نتاع عدد كبير من رؤساء الجماعات كانت محليه واقليميه او الجهويه على حساب الطموح وعلى حساب مستقبل المنطقه. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.